بدأ العد التنازلي على استعادة القارة العجوز لشبابها من جديد بانطلاق ثاني أكبر حدث كروي بعد كأس العالم، وهو بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2024 في نسختها 17، والتي ستنطلق منافساتها في 14 من يونيو القادم وحتى 14 من يوليو. وللمرة الثانية تاريخيا ستنفرد ألمانيا بتنظيم البطولة بعد المرة الأولى في نسخة عام 1988، وكانت وقتها تحت مسمى ألمانيا الغربية قبل أن تعود اتحادية في 3 أكتوبر لعام 1990. وللمرة الثالثة بعد مشاركتها في تنظيم يورو 2020 ضمن 11 دولة وقع عليهم الاختيار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في إحدى النسخ الاستثنائية للبطولة. 10 منتخبات من إجمالي 35 هم من نالوا شرف حصد لقب البطولة التي انطلقت أول نسخة رسمية لها في عام 1960 بفرنسا، وتوج بها منتخب الاتحاد السوفيتي. Команды Югославии и Советского Союза. На парижском стадионе Парк де Пренс решающий финальный матч. Слева ворота советских футболистов. Они играют в темном футбол. Мяч у Валентина Бубукина. Сильный удар. И Слава Метрвели добивает мяч в ворота. 1-1. Победителей приветствует Париж. Только через 4 года вновь будет решаться судьба Кубка Европы. А пока он у самых достойных. وحمل اسم كأسها الأمين العام للاتحاد الفرنسي هنري دولونا أول من اقترح فكرة إقامة بطولة تجمع المنتخبات الأوروبية، وتضم لائحة شرف المتوجين بألقاب 16 نسخة السابقة المنتخبين الألماني والإسباني صاحبي الرقم القياسي بالتتويج بلقب البطولة برصيد 3 ألقاب لكل منهما، حيث توج المنتخب الألماني باللقب في نسخ عام 1972 و1980 و1996، وتوجت إسبانيا بألقابها 3 في نسخ عام 1964 و2008 و2012، ويعتبر المنتخب الإسباني هو الوحيد الذي استطاع التتويج بلقب البطولة مرتين متتاليتين. ويأتي المنتخبين الإيطالي والفرنسي كثاني أكثر المنتخبات تتويجا بلقب اليورو بوقع لقبين لكل منهما، حيث توجت إيطاليا باللقب في نسختي عام 1968 و2020، وفرنسا توجت بلقبيها في نسختي عام 1984 و2000، فيما حصدت على 6 ألقاب المتبقية 6 منتخبات مختلفة، وهم الاتحاد السوفيتي في نسخة عام 1960، تشيكوسلوفاكيا في نسخة عام 1976، هولندا في نسخة عام 1988، الدنمارك في نسخة عام 1992، واليونان في نسخة 2004، وأخيرا البرتغال في نسخة 2016 بقيادة أسطورتها الحية والهداف التاريخي لليورو برصيد 14 هدفا كريستيانو رونالدو. فهل سنرى في نسخة 2024 وتحديدا في 14 من يوليو بطل جديد، أم سيواصل كبار القوم والقوى العظمى في أوروبا بسط سيطرتهم وهيمنتهم على مقاليد الأمور كالمعتاد؟ وفي الأيام القادمة بإذن الله وعلى قناة سبورتس فيجن وحتى موعد انطلاق البطولة سنوافيكم بتقارير متنوعة سنرصد فيها كل ما يخص اليورو من معلومات وأرقام لنجعلك دائما في قلب الحدث الكروي الأهم في القارة العجوز.